السلام عليكم. انا حابب بس اكلمكم النهارده عن الكبد الدهني، لان اوقات كتيره واحنا بنعمل فحوصات قبل العمليه بيكون عندنا حاجه اسمها كبد دهني وبيكون ليه درجات مختلفه. ففي مرضى كتير بيكونوا مقلقين من موضوع الكبد الدهني. اول حاجه الكبد الدهني موجود بنسبه تقريبا 80% من مرضى السمنه، لان زي ما بيكون عندنا دهون في البطن او دهون تحت الجلد، بيكون عندنا كمان دهون حوالين الكبد وبين الخلايا الكبد نفسها. فالكبد الدهني بيتحسن جدا بعد عمليات السمنه. كمان ان احنا بنمشي على نظام غذائي قبل العمليه، النظام الغذائي ده بيساعد على نزول حجم الكبد في فتره التحضير ما قبل العمليه، وبيساعدنا كتير جدا اثناء العمليه، لان الكبد بيكون مغطي على المعده، وبالتالي كل ما كان حجم الكبد صغير كل ما كانت العمليه نفسها اسهل بكتير اثناء الجراحه نفسها. فاحنا بنطمنكم ان الكبد الدهني ما بيتعارضش تماما مع العمليه، ولكن محتاج نظام غذائي قبل العمليه عشان نقلل من حجم الكبد الدهني.